السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة بحييكم ولكم منه مليون تحية. يلا نصلي على النبي وكل من له النبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت حلة وحطيت فيها حبة زيت، حطيت معلقة سمنة، يعني المادة الدهنية اللي انت برضو بتستخدميها، ونزلت ببصلاية صغيرة كده او وسطانية مقطعاها ناعم. طيب وتسيبها تدبل بقى. طبعا في الطبق او في البولة اللي انت شفتها دي كان رز وعدس اصفر. الرز نص كيلو عليه ربع كيلو عدس اصفر، وطبعا متنقين كويس وخدتهم غسلتهم، وبعدين وريتكم انه في ميه، يعني الميه لازم يتغسل وتبقى ميته نضيفه وشفافه كده، متبقاش بيضه، تبقى شفافه. وبعدين بنصفيه من ميته، وبعدين بحطه على البصلايه بعد ما تدبل. بعد ما تدبل احنا مش هنحمر، يبقى حطينا الماده الدهنيه زيت وسمنه، حطينا بصلايه كده متخرطه ناعم، حطيت الرز والعدس، طبعا العدس نص كميه الرز حسب ما تعملي، وبعدين شوحته في البصلايه، وبعدين نزلت بملح وكمون، وبرده بشوح برده الملح والكمون كده مع كل الحاجات مع بعضها. بحب اقلب كل حاجه كده وتاخد واجبها معانا، كل خطوه نديها والواجب بتاعها نديها تقليبه مع الحاجات كده عشان كله يشرب من بعض. وبعدين نزلت بالميه، طبعا الميه زي ما بتعملوا الرز، فوق الرز بعقله صابع كده كان الشرب اهوت، غلي والشرب، ووطيت عليه وسبته يستوي. طيب في الحله التانية دي هنعمل حطيت برده زيت، وحطيت معلقه سمنه برده، وحطيت دوت توم يعني دقه معاه فلفل، عشان كده بوريكم توم بس ماشي، يعني هنا في توم بس انا كان عندي يعني كنت مفرزاه بالفلفل، فقمت حطيت منه، ونزلت بالثوم والكزبره. تمام، حطيت الثوم وطشيته بالخل، وبعدين حطيت كزبره وكمون، وبعدين نزلت بالطماطم. الطماطم طبعا ضربتها وصفيتها، وبعدين حطيت ملح، ظبطت الملح، حطيت كمون وكزبره كفايه. عايزه تحط شعره شطه برضو ماشي، انا حطيت شعره فلفل اسود. يبقى حطينا الملح وفلفل اسود، ونسيبها بقى تتأثر. دي دقه كده او تسبيكه او طماطم كده مع الكشري الاصفر او الكشري الاسكندراني، ده بيبقى تحفه. بصي استوى مفرفر كده وجميل، مش معجن كده، يعني يبقى مفرفط معاكي كده زي الرز. ودي الدقه دي بتديله طعم جميل، يمكن احلى من السلطه. في ناس تحب تعمل السلطه جنب الكشري دي، بس انا بحب الدقه دي، جربوها هتستطعموها بالثوم والخل كده والكزبره والنشفه والكمون، بتبقى تحفه مع الكشري ده. سلقت بيض زي ما انتم شايفين كده، طبعا برضو سلق البيض يا دوبك كده في الميه وحبه ملح، يغلي 10 دقايق ربع ساعه بس بالكتير وبتطفى عليه. السلق شلته برضو في الطاسه دي، وعملت طشه كده. هي الدقه بتاعتنا مش محتاجه طشه، بس انا اديتها برضو واجبها، واديتها حبه وخليت حبه للاخر كده، هعمل بهم حاجه كده هوريها لكم في الاخر واحنا بنقدم الطبق بتاعنا. حطيت برضو معلقه سمنه، حطيت الثوم، حطيت كزبره ناشفه وطشيتها بالخل بس تتطش. هحط حبه بس بقى الصلصه بتاعتنا او الدقه اتأثرت وسمنتها طلعت على وش وجميله، زيت اديتها حبه من الطشه ديت، واغطي عليها واسيبها. الحبه الباقيين دول هنعمل بهم هقول لكم كمان شويه. ماشي، قولوا ماشي. الطاسه دي بقى حطيت فيها معلقه سمنه برضو او زيت هيمشي برضو، وقلت احمر البيض، بديله تحميره كده بيبقى احمر وجميل كده، كان اصفر. تنيكي مع لحد ما يحمر وياخد اللون اللي انت عايزاه، وبترش عليه شعره ملح وشعره فلفل اسود بس. برضو ممكن يبقى وجبه لوحده، ممكن وجبه مع كشري زي كده مع مكرونه. ديت طريقه البيض المدحرج بيتسمى كده، او البيض المحمر، بتسلقيه وتحمريه، او البيض المدحرج او الدحروج بلغه الصعايد. رشيت عليه بقى ملح اهوت، ورشه شعره فلفل اسود، وخلاص كده انا وصلت للون اللي انا عايزاه. كده هقدم طبقي بقى. حطيت الرز الكشري اسفه في الفورمه ديت، وحطيته في الطبق. هعمل بقى كده شكل بالدقه او الصلصه بتاعتي اللي هي بالثوم كده والخل والكزبره والكمون، طعمها تحفه، جربوها. عايزين تعملوا سلطه ماشي، عايزين تحطوا برضو حاجه حادقه ماشي، بس انا بحبها مع الكشري ده بصراحه. وحطيت برضو البيض بالشكل ده. عايزين تحطوا الكشري لوحده ماشي، البيض لوحده ماشي، الصلصه لوحدها ماشي، اللي انت عايزه تعملي زي في طبق وتشكلي براحتك، ده بقى حسب عدد افرادك. وهحط برضو الصلصه جنب البيض، وبرضو جنب الكشري، وبرضو ممكن تحطي عيش للي عايز ياكل عيش بالبيض، يعني اكله اقتصاديه سهله وسريعه، وفي ثواني في الحر اللي احنا فيه كده، وخفيفه في الحر. الطشه اللي فضلت اهي كنت انا عيناها عشان كده، قولوا لي ماشي يا لئيمه، ماشي يا لئيمه. حطيتها بقى كده على الطبق بتاعي عشان يديلنا طعم زياده وشكل وريحه. وما تنسونيش بقى باللايك، واللي بيشوفني لاول مره كده يخش ويشترك في القناه. ويا رب كده الكشري يكون عجبكم، وتجربوه في الحر كده، من الاكلات السهله والسريعه.
والخفيفة في الحر. يا رب كده تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه، والدقة بتاعتي كده دي تقولوا لي رأيكم فيها ايه. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.